أخيرا تسريب علاش الحكم ألغى هدف رابح ريمات ضد الإكوادور. في واقعة أثارت كثير من التساؤلات بين الجماهير، تبين أخيرا السبب الحقيقي وراء إلغاء هدف اللاعب رابح ريمات في المواجهة أمام الإكوادور. الهدف الذي بدا صحيحا في لحظته الأولى ألغي بعد تدخل تقنية التحكيم ووفقا للقوانين المعتمدة دوليا، وبحسب توضيحات مستندة إلى لوائح مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم فإن تنفيذ ركلة الجزاء يخضع لشروط دقيقة. ففي حالة تصدى الحارس للكرة ثم تابعها أحد زملاء منفذ الركلة وسجل الهدف، بينما كان أحد لاعبي الفريق قد دخل منطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة، فإن الهدف يعتبر غير قانوني. القانون يفرض في هذه الحالة إعادة اللعب بركلة حرة غير مباشرة لصالح الفريق المنافس وليس احتساب الهدف. قرار الحكم جاء تطبيقا صارما لهذه القاعدة، ما يفسر إلغاء الهدف رغم احتجاجات بعض اللاعبين. هذه اللقطة أعادت الجدل حول تفاصيل قوانين ركلة الجزاء الدقيقة.